طيب كنا وصلنا لفين؟ كنا وصلنا لاخر حاجه ان احنا هنتكلم improving range and thoracic mechanics. معلش احنا كنا وقفنا عشان كنت اتاكد ان الصوت كويس وواضح، فعشان كده وقفت. بسمع برضه ريكورد مره كمان عشان اتاكد ان الصوت مفيش فيه مشكله. طيب احنا هنتكلم اول حاجه improving range and thoracic mechanics. ان احنا قبل ما تبدا احنا برضه ان احنا عندنا مشكله ان احنا كل ما يبقى في الم في روتيتور كف او الناس او اسف في مشكله في الكتف، اول حاجه الواحد بيفكر فيها انه يلعب روتيتور كف. وده مش صح، لان انت عندك في حاجات كتيره قوي يعني بتاثر على الميكانكس بتاعت الجوينت. انت عندك مثلا الجوينت نفسه، زي ما قلنا ان احنا عندنا السكابيلو ثوراسيك جوينت، وعندنا عندنا السكابيلو ثوراسيك جوينت والجي اس جوينت، الاثنين بيتاثروا ببعض. يعني انت لو انت عندك السكابيلا مش في احسن وضع، او ان هي مش بتقدر تتحرك في الرينج بتاعها كامل، بالتالي الروتيتور كف مش هيبقى ليها احسن ليفرج او احسن ميكانكس. لان انت عندك عضلات الروتيتور كف طالعه من السكابيلا وطالعه من لوح الكتف، فانت عندك لو لوح الكتف نفسه مش في وضع كويس، او مش في وضع بيقدر من خلاله يحط عضلات الروتيتور كف في النورمال لينث تنشن ريليشن شيب بتاعتها، او في الطول المناسب بتاعها، ان هي تقدر تنتج احسن قوه، بالتالي اللي انت بتعمله انك تقعد تلعب روتيتور كف مش احسن حاجه ومش افضل حاجه. وبعدين كمان الرينج اللي انت تقعد تلعب فيه روتيتور كف رينج قد ايه؟ رينج قد كده، رينج قد كده، رينج قد كده، او انت عامل كده رينج قد كده. مش احسن حاجه ومش افضل حاجه انك تحسن بيها الجوينت ميكانكس، عن انك تقدر انك تاخد الرينج كامل بتاع الحركه، زي مثلا انك تلعب حركات اللاترال ريزس لغايه الاوفر هيد بوزيشن، تلعب اللاترال ريزس لغايه هنا مثلا، او لغايه هنا الرينج المتاح بالنسبه لك. فانت عديت برضو على الحركات بتاعه العضلات الروتيتور، انك تلعب حركات زي اللي بتاخد فيها دراعك في المدى الحركي بتاعك كله، زي انك تلعب بريس بالكابل مثلا، لغايه تلعب بريس بالكابل وتحرك السكابلا بتاعتك في المدى الحركي بتاعها كله. انك تلعب حاجات زي بول داونز وانت بتاخد لوح الكتف بتاعك في المدى الحركي بتاعه كله. انك تلعب بايسب وترايسب في اوضاع ان انت بتتحدى فيها الاستابيليتي بتاع دراعك، اوضاع انك تلعب التراي بشكل اوفر هيد. كل ده حاجات بتتحدى بتتحدى كتفك بشكل افضل من انك تقعد تلعب حركات الروتيتور كف اللي مش هتحسن لك المكانه بتاعت الكتف بشكل باحسن حاجه. فمثلا زي ما بقول لك كده، ما ينفعش تضرب قذيفه من حاجه من يعني من حاجه بايظه. يعني انت هتضرب حاجه، هتطلع فورس من حاجه مش في احسن ميكانكس، مش هتبقى احسن فورس في الاخر طبعا. ممكن تكون العضلات اللي عندك تمام، بس ميكانكس القبض الصدري عندك مش افضل حاجه، وده بيؤدي في الاخر ان الحركه على مستوى الجي جوينت مش هتبقى احسن حاجه، وبالتالي ممكن يبقى عرضه لك للالتهابات. انت عندك حركه الاسكابيلا مش كويس، مش افضل حاجه. حركه الاسكابيلا عندك مش افضل حاجه، مش كويسه مع حركه الايه، مع حركه الهيمرس، وبالتالي ده بيحط عضلات ممكن يسبب لك حاجات زي الامبنجمنت او الاختناقات، اللي ممكن فعلا تضايقك مع الوقت، او ممكن تبقى حاجه ليميتيشن ليك مع الوقت. طيب احنا كنا وصلنا هنا، هنتكلم هنا على الاكسبانشن والكمبريشن. الاكسبانشن ان انت بتوسع، الكمبريشن انك بتضيق. انت عندك انتيريور اكسبانشن، بتوسع الجزء اللاترال، بتوسع الجزء الانتيريور. عندك الباكت هاندل موفمنت والبامب هاندل موفمنت. الباكت هاندل موفمنت انت بتوسع الجزء ده زي حركه ايد الجردل، بتوسع الجزء ده من القفص الصدري. البامب هاندل حركه اللي هي مش فاكر اسمه ايه، اللي هي البتاع اللي هي شبه الحنفيه دي، الحنفيه اللي بتطلع وتنزل. فانت البامب هاندل موفمنت ان انت بتبدا توسع الجزء ده الامامي من الريب كيج عن طريق النفس. البوستيريور اكسبانشن ان انت تقدر توسع الجزء الخلفي من القفص الصدري بتاعك عن طريق النفس برضو. وبالتالي الاكسبيريشن بيبقى كومبريشن، الانسبيريشن بيبقى اكسبانشن. وبالتالي عايزين ناخد برضو برنسبل ان انت وضع جسمك بينفلونس الجرافيتي. وضع جسمك بيأثر على الحركه، بيأثر على الهواء رايح فين، وبالتالي بيأثر على الاكسبانشن ميكانكس. طيب يعني انت مثلا لو قاعد قدام، لو موطي قدام، فانت الهواء نازل تحت، فده هينفلونس بتاعك، هينفلونس عندك الانتيريور اكسبانشن. لو انت حاطط ايدك في وضع لو ريتش ونايم على ظهرك، هيعمل لك بوستيريور اكسبانشن لان انت الهواء نازل لتحت، هتقدر تعمل بوستيريور اكسبانشن ورا. لو انت تلعب رو، فانت ده هياخد، او تلعب حاجه تخلي دراعاتك تشد لقدام، فده هيعمل معاك، هي ممكن يساعدك في انك تعمل بوستيريور اكسبانشن. انتيريور اكسبانشن العضلات اللي قدام فيها الاكسسبيليتي الكافي، بتراليس دايفرام. البوستيريور اكسبانشن اللي هو الترابيزيوس والامبويدز والسيريتس انتيريور دورسي. العضلات دي لما بتكون في لينث تنشن مناسب، متحكم في الرينج بتاعها كله انت، بالتالي ده بالتالي هيخلي لك عندك قدره احسن انك تعمل بوستيريور اكسبانشن، او انت تقدر توسع الجزء الخلفي من القفص الصدري، وانك تقدر بالتالي تحرك السكابل بتاعتك في الرينج المختلف بتاعها، وتقدر بالتالي تتحكم في الرينج احسن وتحافظ على شوت ميكانكس افضل.
الروتيتور كاف تريننج او تمرين الروتيتور كاف زي ما قلت ثبات كتفك بس، مش بيجي من عضلات الروتيتور كاف. ثبات كتفك ليه اكتر من عامل، او مثلا في زي ما قلنا في الاول في شويه في مرونه العضلات اللي حوالين لوح الكتف والكتف نفسه. اكسبانشن ابيليتي، القدره انك تعمل اكسبانشن او كومبريشن. قوه عضلات الكتف الجانبي والخلفي، انت عندك العضلات دي اصلا بتكون في ليفرج احسن، ان هي تقدر تدي قوه احسن من الروتيتور كاف، ان انت عندك عضلات الكتف الجانبي لو ضعيفه والروتيتور كاف عندك قوي، انت مش مستفيد حاجه وكتفك هيكون ضعيف برضه. نفس الكلام عضله الكتف الخلفي، لو انت الكتف الخلفي عندك ضعيف وعندك كريتير كاف قوي، انت مش كسبان، مش برضه انت مش كسبان احسن استابيليتي، مش كسبان احسن قوه في كتفك. العضلات اللي بتحرك لوح الكتف اكتف موشن، اللي هي السيريتس والتريبيزيوس والكلام ده، وانت بتتمرنها اصلا بانك بتتمرن في الايه، في الرينج بتاع السكابشن، اللي انت بتلعب في السكابلر بلاي مثلا، حاجات زي كده. حاجات اللي هي الواي ريزز وحاجات زي اللاترال ريزز والكلام ده كله، بيحسن عندك قوه التريبيزيوس، ويحسن عندهم الفانكشن، التريبيزيوس سيريتس انتيريور رومبويدز عندك. الكلام ده كله بيتحسن عن طريق حركه الاسكابيلا نفسها. انت بتحسن الرينج بتاعك عن طريق الحركه نفسها، بتحسن الرينج عن طريق انك تبراكتس الرينج في الاكتف رينج بتاعك. ومع الوقت بتلاقي الاكتف رينج بتاعك زاد عن طريق الميكانيزم، اللي هي الميكانيزم زي جسمك بياخد، جسمك الجهاز العصبي عندك بيتعود على ان العضلات مثلا بتكون في وضع اسنتريكلي اورينتد، بالتالي الثريش هولد ان هو يقدر ان هو بيديك، او الحته اللي بيديك عندها انذار ان الوضع ده خطر مثلا او كده، بتبدا تزيد. انت الجسم لما بيتحط في كويك ستريتش او في ستريتش عالي جدا، او بيحصل فرصه عالي جدا، بيقوم رايح مدي زي اشاره ان انت بتنقبض، او بيحصل انقباض، وبالتالي تحس انك ستيف مش قادر تكمل الرينج. او بيحصل ريلاكسيشن عن طريق اللي هو الجي تي او الجولجي تندن اورجان. بالتالي الجسم لما بيحس قوي، لما بيحس ان في ستريتش، او بيحس ان في فرصه جامد قوي محطوطه على العضلات، بالتالي ده بيخلي يعمل ريلاكسيشن في الاخر. بالتالي ممكن يحسن من الرينج سنه، ولكن مع الوقت انت جسمك بيتاقلم مع الحاجات دي، بيبقى عنده ثريش هولد اعلى، بيبدا جسمك يعرف ان خلاص، بيبدا قوه الاوتار تزيد، بيبدا العضلات تتعود على الاسترتش اكتر. بالتالي الديفنسيف ميكانيزمز دي بتبدا تتاخر، او بتبدا تكون عند ثريش هولد اعلى. لو انت مثلا بيكون عندك ده الرينج اللي بتحس منه ان انت الرينج ده مثلا عندك هو ده اخرك، انك مش قادر ترجع اكتر من كده، جسمك بيدي زي ريفلكس ان هو لا، مش هقدر ارجع اكتر من كده، وده بالتالي مكان جزء خطر. يا اما بيديك ريلاكسيشن، يا اما بيديك زي العضله بيحصل لها كونتراكشن، او اللي هو الاسترتش ريفلكس. لا، انت جسمك بيبدا يتاقلم احسن، عشان كده الرينج موشن بتاعك بيتحسن اكتر مع الوقت، تقدر تنزل بشكل احسن. لات سترينث، او قوه اللاتس والاكستنسبيلتي بتاعتها، وانك تمرنها في الاند رينجز. لونج هيد بايسب وترايسب، يعني مثلا اللاتس لو انت اخرك مثلا ترفع دراعك اوفر هيد هنا، عايز تتمرن في الرينج ده، تحدد الرينج اكتر، ترفع سنه 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 سنه، ممكن تقدر توصل انك تلعب لاتس من اوفر هيد، وتتحكم في الرينج ده. ميك سنس. طيب، لونج هيد اوف بايسب ترايسب، العضلات الباي والتراي ليهم اوريجن طالع من السكابيلا، او طالع من جزء من لوح الكتف، ليهم اللونج هيد بتاعت البايسب واللونج هيد بتاعت الترايسب طالعين من لوح الكتف. بالتالي تمرين العضلات دي في اوضاع اللي في الاوفر هيد، يعني انك تتحركهم، تحرك التراي في الوضع ده، او تحرك الباي في الوضع ده. ده بالتالي بينفلونس الشولدر ستابيليتي بتاعتك، بينفلونس او بيعمل انفلونس لثبات لوح الكتف بتاعك، او ثبات كتفك عموما. طيب، آه ماشي، هنتكلم بعد كده على البيسيك اوف سترينث واند their ability to do their function وستابلايزنج هيومرس انتوجينويد. كل عامل دي عوامل ليها دور في الكتف، ان كتفك يكون ثابت، وحركه كتفك تكون سليمه. طيب، التمرين والقدره على تحسين المدى الحركي ليك. طيب، ده بقى الجزء اللي كنا عايزين نتكلم عنه شويه. الجزء ده مش يعني احنا مش هنطول قوي، بس هنتكلم ايه. التمارين المقاومه بشكل عام بتحط حمل على العضلات، والعضلات بتقاوم الحمل ده. المؤثر الخارجي، يعني المؤثر الخارجي العضلات بتقاومه عن طريق انها بتنقبض، او السنتريك او الكونسنتريك. انقباض العضلات او انتاجها للقوه والاستطاله بيحفز مستقبلات او ريسبتورز. يعني انت مثلا الاسترتش ده بيحفز ريسبتورز، الفايبريشن بيحفز ريسبتورز، الفورس برودكشن بيحفز ريسبتورز. كل حاجه بتعملها بتحفز ريسبتورز معينه موجوده في العضلات، بتخليك بتدي رد فعل من الجهاز العصبي. فمثلا هندي مثال زي الجولجي تندن اورجان، ده موجود في الاوتار. ده بيحس ان في فرصه عالي جدا، فبالتالي بيقدر يعمل ريلاكسيشن عشان يحميك من ان يحصل تيرنج، او بيحميك ان يحصل قطع في العضلات. عندك الماسل سبندلز بتحس الاسترتش اللي بيحصل في العضلات ده، بتحس الماسل سبندل، بتكون رايح مديك اشاره انك خلاص تدي الاسترتش ريفلكس انك تعمل انقباض. لا، هو انت الاسترتش اكتر من كده، الجهاز العصبي بيقول لك لا، مش هقدر اعمل استرتش اكتر من كده، فبالتالي بيديك رد فعل ان انت بتعمل كونتراكشن، بالتالي ما تقدرش توصل لرينج اكتر من كده. حلو. حلو. طيب، ده الجزء النيورولوجيكال. هنتكلم عن الجزء الميكانيكال بقى، الجزء اللي فيه
او الجزء اللي هو ايه الجسدي، اللي عندك الاستريس سترين كيرف، او العلاقه ما بين الاستريس او الحاجه اللي بتحط على الجسم والسترين او التغير في شكل الجسم عن طريق الاستريس اللي محطوط عليه. عندنا الاستيك ريجن، عندنا الجزء الاستيك، وعندنا الجزء الاستيك، وعندنا الجزء البلاستيك. اول حاجه عندنا حاجه زي الاوتار والاربطه والحاجات اللي بتاثر بالقوه اللي بتتعرض ليها على مدار اليوم، وده كذلك بيأثر على طولهم ووظيفه العضلات ومداها الحركي مع الوقت. التأقلم ده مش بيحصل مره واحده ولكنه بيحصل مع الوقت. العضلات زيها زي اي العضلات والاوتار زيهم زي اي حاجه، زي الاستيك. انت لما بتحطهم في وضع الاسترتش في وقت طويل شويه، ده بيأثر على ايه؟ بيبدا يعمل انت بتخش في الاستيك ريجن. الاستيك ريجن ده اللي هو المكان اللي انت من خلاله كميه القوه، او انت تحط مثلا ستريتش في ليميت معين، الاسترتش ده خلاص وقت ما تشيله هيرجع تاني لنفس الاستيك. البلاستيك ريجن هو الجزء اللي انت عديت منه هتروح للناحيه الزرقاء دي، انت هتفضل عامل ستريتش كده شويه في رينج اكبر شويه، ده انت وصلت للبلاستيك ريجن، هتفضل عنده شويه، تقدر تعمل منه ديفورميشن، يقدر يحصل تغير في الاستراكشر نفسه، يقدر يحصل تغير في ترتيب الكولاجين فايبرز، بالتالي تقدر تجين رينج. لكن لو عديت كتير قوي في البلاستيك ريجن ده ووصلت للالتيميت سترينث وعديتها كمان، ممكن يحصل فراكشن، ممكن الجسم ما عادش يستحمل ده ويتقطع. هي دي الفكره. عشان كده بيحصل اصابات. لودنج تو ماتش، لودنج تو ايرلي. انت جسمك لسه ما اتعودش، لسه ما خدش، لسه الاستراكشر بتاعه ما لحقش يتغير، لسه ما لحقش التندنز والاوتار تتعود على اللود اللي محطوط عليه ايسنتريك ده. الاسترتشات وايه اللي ممكن نقول عليها تمارين المرونه، مبنيه على ايه؟ هي مبنيه على انها بتحط العضلات في مدى حركي معين، واللي بيكون في الاغلب استطاله العضلات بهدف انها تزيد في مرونتها. لا استنى كده، قبل خلصنا السلايد دي. بلاستيك ريجن في نقطه معينه اللي تشرح عندها تقدر تستحمل اكبر قدر من القوه اللي تقدر عليها، اللي هي الالتيميت سترينث. بعد كده بيحصل فيلير بوينت، الجسم خلاص ما عادش قادر يستحمل ستريس اكتر من كده، فبالتالي مفيش سترين، بالتالي بيحصل فراكشر. الاسترتشات او اللي ممكن نقول عليها تمارين المرونه، مبنيه على ايه؟ مبنيه على انها بتحط العضلات في مدى حركي معين، واللي بيكون في الاغلب استطاله العضلات بهدف انها تزيد في مرونتها وقدرتها على انها تكون في طول معين، عن طريق ان هي بتعمل زي ارخاء مؤقت. زي ما كنا قلنا هي مبنيه على ميكانيزمين. اول حاجه اللي هو الارخاء المؤقت ده اللي بيحصل عن طريق الجولجي تندن اورجن، بالتالي بيكون في بعض المرونه الزياده، او الادابتيشن اللي بيحصل مع اللونج تيرم على المسل سبندلز، او ان انت جسمك بيبدا يتاقلم خلاص على الاسترتش ده في وقت عند جزء معين، بالتالي ما بيعملش الريفلكس ان انت بيحصل انقباض، لا خلاص انت جسمك اتعود على ده، بالتالي تبدا تكسب رينج جديد، والجهاز العصبي يقدر يتاقلم على الرينجات اللي انت كسبتها، وبيبقى الثريش هولد ان هو يعمل الريفلكس ده اعلى، زي ما الحركه بتاعك بيكون افضل. آه، الصلاه اشارات الجهاز العصبي، بين العضله حصل لها استطاله بشكل كبير، ده بيحصل ليها ارتخاء بعد كده. عشان كده بتحس مؤقتا ان مدى الحركه بتاعك افضل. لكن هل ده معناه انك بالفعل كسرت رينج؟ مش هقول لك لا، ولكن هو مش افضل حاجه. لان في الواقع انك ما غيرتش، ممكن تكون ما لحقتش تغير من الاستراكشر بتاع التيشو، لان انت الاسترتشات مش هتغير ليك الاستراكشر، مش هتغير ليك الاورينتيشن بتاع الحاجات. آه، البتاع ده التغيير الاستراكشر نفسه، زي ما كنا بنتكلم في الستريس سترين كيرف، انت ما لحقتش تغير في الاستراكشر نفسه، ما لحقتش تغير في ترتيب الكولاجين فايبر، ما لحقتش تغير في الاستراكشر بتاع جسمك، بالتالي انت ما حصلتش على حاجه جديده. قوه الاوتار ما اتغيرتش. هي الاسترتش ممكن يحسن شويه من قوه الاوتار، على ما اظن ان ممكن فعلا يحسن من قوه الاوتار شويه، ولكن هو مش زي الريزستنس تريننج، او مش زي تمارين المقاومه اللي بتتحمل في وضعيات الاستطاله وبتتحمل في وضعيات الانقباض، بتتحمل في الوضعين، بتحط تنشن وبتحط ستريتش، بالتالي هيعمل لك نفس ميكانيزم الاسترتشات، ولكن كمان هيحسن من قوه الاوتار بتاعتك. بالتالي بعد ما يحسن من قوه الاوتار بتاعتك، بالتالي حاجه زي الجولجي تندر اورجان هيبدا يحصل فيه ادابتيشن، بيبدا يحصل فيه ان انت الجسم بيبدا يتاقلم على التنشن اكتر، يعني بيبدا يتاقلم على التنشن اللي بيحصل على جسمك، بيبدا يحصل ايه؟ ان جسمك خلاص ما عادش بيدي او يعني خلاص، مع التاقلم على التمرين، والتاقلم على ان هو التمرين اللي بتحطه على العضلات في وضعيه الاستطاله والكلام ده، بتبدا خلاص تتاقلم على ان انت جسمك خلاص ما عادش بياخد رد الفعل اللي هو الديفنسيف، ان هو يبقى سبازمك او ان هو يدي سبازم. طيب، فاحنا ندي مثلا هنا مثال، الافضل انك تمرن العضلات اللي انت شايفها ستيف المدى الحركي الكامل، ومع الوقت المدى الحركي هيتحسن ويكون افضل. تمرين المقاومه بتلعب في دور في تحسين المدى الحركي. الاسترتشنج، تمارين المقاومه ممكن يكون ليها نفس التاثير بتاع الاطالات والاسترتشات اللي بتفضل تعملها، بل بالعكس هي ممكن تديك ميزه زياده كمان، زي ما قلنا ان هي قوه الاوتار بتتحسن. تمارين المقاومه بتحدد العضلات في كل من الوضعين، الاستطاله والانقباض. الاستطاله هيدي بيحط تنشن وكل حاجه، وفي نفس الوقت كمان بيحط العضلات في وضعيه الاستطاله، هيدي مع الوقت الادابتيشن بتاع
المسل ستندلز، انت جسمك خلاص ما عادش هيدي الديفنسيف ميكانيزم اللي كان بيحسه عند جزء معين من الاسترتش، لا بالعكس هو هيزيد. آه، في نفس الميكانيزم اللي بيحصل اثناء الاسترتش والتمرين الاطاله هيحصل، ولكن مع الاوزان هتكون اقوى في المدى الحركي ده. وهنا نرجع تاني للسلايد بتاع الاستريس ترين كيرف، وهنلاقي ان ممكن مع الوقت نوصل لثريش هولد جديد من طول العضلات مع التحميل والبروجريسيف اوفرلود، احسن من تفضل تعمل تمرين اطاله. احسن من تفضل تعمل تمرين اطاله، لا انت بتلعب تمرين مقاومه وللعضلات انت شايفها ستيف، انت حاسس انك ستيف مثلا براكتس فيمورس، او عضلات او عضلات الهيب فليكسرز، مرن الهيب فليكسرز وعضلات الاستاله، مرن الهيب فليكسرز، مرن اللاتس، تحس ان هي ستيف مش قادر توصل للمدى الحركي ده، لا انت تمرن اللاتس في الوضعيات اللي بتحدد فيها الاند رينجز، بتحدد فيها عضلات الاستاله. مع الوقت حتى تلاقي ان انت احسن واحسن واحسن، احسن ما تفضل تعمل تمرين استاله. هي ممكن تديك بعض الرينج شويه مؤقتا، ولكنها مش هتديك لونج تيرم بروجرس. في الاول وفي الاخر من اكتر الحاجات اللي معتمده او ليها القدره انها تحسين المدى الحركي بتاعك هو الاداء والحركه والتدريب والحركات اللي انت عايز تكون احسن فيها. حاجه مثلا زي السكوات، انت مع الوقت تقدر توصل لرينج احسن. ليه؟ لان انت الاوتار عندك خلاص، انت الاوتار عندك اتعودت ان هي تتحط في وقت الستار، عشان كده بيقول لك العب في الرينج اللي تقدر عليه. انت الفول رينج اللي تقدر عليه ده، الاوتار والعضلات تبدا تتعود على الرينج ده، تدي اشارات للجهاز العصبي ان انت خلاص بقيت احسن، قوه الاوتار بقت احسن. الادابتيشن على مستوى الجولج ستندل ارجل الماسل ستندلز بيكون افضل، والثريشولد ان هي تدي الديفنسيف ميكانيزم بيكون اعلى. نفس الكلام تمارين الضمه مثلا، مثال توضيح، عضلات الظهر وعضلات اللاتس، عضلات الاستطاله زي الاوفر هيد لات بول داون، من الحاجات اللي ممكن تحسن معاك المدى الحركي في الوصول اوفر هيد، ودي من الحاجات اللي هتشرح بالتفصيل في البوست الجاي. مثال تاني عضلات الريكتس فيمورس او الهيب فليكسورز اللي لسه قايلينه، انت بتمرن الهيب فليكسورز انت بتحس ان تقول ان هي تايت، مش قادر مش بتوصل في مدى معين من الهيب فليكشن، مش قادر توصل للهيب اكستنشن، لا انت مرن العضلات بتاعتك في مرن الريكتس فيمورس دي، مرنها بالكف، مرن الريكتس فيمورس بتاعتك، مرن مثلا حاجه زي زي ني ريزس، زي انك تحط كف مثلا، او تحط كف على رجلك وتلعب بني ريزس بالكابل. لو جينا نفكر في اللي اتقال فوق، ميكانيزم الاطالات والاسترتشات والمستقبلات اللي موجوده في العضلات والاوتار، هنلاقي تمارين المقاومه اللي بتحط حمل على العضلات وعضلات الاستاله ليها نفس الدور اللي بتلعبه الاسترتشات. هي نفس الفكره. تمارين المقاومه في المدى الحركي كامل وضع العضلات في عضلات الاستاله وعمل تنشن على العضلات، بيدي فعلا في الاخر ان العضلات بيحصل فيها زي ادابتيشن، بيحصل في الاوتار ادابتيشن، بيحصل ادابتيشن على مستوى الجهاز العصبي، بيحصل ادابتيشن ميكانيكال كمان على مستوى الاستريس سترين كيرف اللي كنا اتكلمنا عليه، وبالتالي نفس نتيجه الاسترتش والتاقلم كمان هتاخد نتيجه زياده، وهي زياده قوه الاوتار زي ما كنا اتكلمنا في السلايد اللي قبلها. ده فيديو النهارده، اتمنى يكون بجد فيه استفاده، ولو في اي استفسار اكتبوا لي في الكومنتس، وان شاء الله يكون في بارت 2 للابر بودي، وهيكون براكتيكال اكتر، وان شاء الله يكون في حلقه كمان للور بودي، هنتكلم فيها بشكل برضه ايه، بارتين، بارت برنسبلز وبارت ايه، بارت براكتيكال. الى هنا ننتهي من الفيديو، والى اللقاء في فيديوهات قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم.